السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفتكر لو الشمس اختفت للأبد، يعني في لحظة واحدة النجم اللي بيدينا الضوء والحرارة والحياة نفسها اختفى من الوجود، ايه اللي هيحصل؟ وهل الأرض هتتجمد فورا وكل الكائنات هتموت، ولا لسه في فرصة إنك هتعيش حتى بعد غيابها؟ تعال نشوف الموضوع ده بعين العلم، بس هنحكيه كأنك عايش اللحظة فعلا. أهلا بيكم، أنا عبد الرحمن، والنهاردة هنتكلم عن تفتكر لو الشمس اختفت للأبد ايه اللي ممكن يحصل. حط لايك واشتراك للفيديو وتعال نشوف الموضوع ده سوا. بص يا سيدي، في اللحظة الأولى اللي الشمس هتختفي فيها احنا في الأول مش هنحس بحاجة على طول، لأن الضوء اللي جاي لنا من الشمس بياخد حوالي 8 دقايق و20 ثانية علشان يوصل للأرض. يعني لو الشمس اختفت دلوقتي هنفضل شايفينها منورة في السماء لمدة 8 دقايق كأن مفيش حاجة حصلت، بس بعد كده فجأة كل حاجة هتتغير. بعد مرور 8 دقايق النهار هينتهي للأبد، والسماء هتتحول من اللون الأزرق للون سواد وظلام كامل، والنجوم هتبان بشكل واضح حتى في وقت النهار اللي ما بقاش نهار اصلا. القمر هيختفي كمان لان مفيش ضوء من الشمس ينعكس عليه، هيكون في ظلام تام مغطي الكوكب كله ما عدا شويه اضواء خفيفه طالعه من المدن، ومع الوقت هتبدا تختفي واحده ورا التانيه لما الكهرباء تخلص. وفي اول 24 ساعه من اختفاء الشمس متوسط درجه حراره الارض هيبدا ينخفض بسرعه بسيطه حوالي 2 درجه مئويه في اليوم. بس بعد اسبوع هتبدا الامور تبقى خطيره جدا، درجه الحراره هتنزل تحت الصفر في معظم المناطق، زي البحيرات الصغيره هتتجمد، والنباتات اللي بتعتمد على الضوء والشمس هتموت، والغابات كلها هتبدأ تذبل، والهواء هيقل فيه الأكسجين مع الوقت لأن مفيش نباتات بتنتجه. بعد مرور شهر من اختفاء وعدم وجود الشمس المحيطات السطحية هتبدأ تتجمد، الطبقة اللي فوق بس هي اللي هتبقى تلج، لكن تحتها مية، ودي اللي هتفضل سائلة وموجودة لفترة بسبب الحرارة المخزنة في عمق المية. لكن الكائنات اللي عايشة قريبة من الفتحات الحرارية اللي في عمق البحر حوالين البراكين المائية هتكون الوحيدة اللي هتقدر تكمل حياتها مؤقتا. الكائنات دي أصلها بتعيش على حرارة الأرض الداخلية ومش على ضوء الشمس، وده يمكن يكون آخر شكل من أشكال الحياة اللي هتفضل موجودة على الكوكب. أما عن البشر فالمشهد هيبقى مأساوي. الأيام الأولى الناس هتحاول تولد كهرباء من محطات الطاقة، بس بعد أسابيع الوقود هيخلص والجو هيبقى بارد مميت، ودرجة الحرارة بعد سنة واحدة من غير شمس هتوصل لمتوسط 73 درجة مئوية، ودي كفاية لتجميد كل حاجة على سطح الأرض. البشرية والمية والنباتات والحيوانات وحتى المباني هتغطي بطبقات التلج السميكة. المكان الوحيد اللي ممكن البشر ينجو فيه هو تحت الأرض. العلماء بيقولوا إن المدن الجوفية اللي فيها مفاعلات نووية صغيرة أو طاقة حرارية أرضية ممكن تفضل شغالة لسنين، بس رغم كده مش هيكون فيه أكسجين كفاية أو غذاء مستدام دائم. هتتحول الأرض لكوكب مميت مغطي بطبقات من الجليد مفيش فيه ضوء ولا صوت غير شوية رياح باردة وهي بتتحرك في السكون. كمان اختفاء الشمس مش معناه بس فقدان الضوء والحرارة، ده كمان معناه فقدان الجاذبية اللي ماسكة الكوكب في مكانه. القوة اللي بتخلي الأرض يدور حوالين الشمس هتختفي بعد مرور 8 دقايق برضه، وساعتها الأرض مش هتفضل في مدارها، هتبدأ تتحرك في خط مستقيم في الفضاء بسرعة 30 كيلو متر في الثانية من غير واجهة ومن غير هدف، كأنها حجرة اتقذفت من نظام شمسي مكسور. وممكن ساعتها في الرحلة دي الأرض هتفضل ماشية في الفضاء من غير اتجاه، كل ما تمشي أكتر هتبعد عن أي مصدر للضوء أو الدفء، وبعد ملايين السنين ممكن الأرض تعدي على نجم تاني، ولو حصل كده يمكن جاذبية تشدها وتدور حواليها، بس ده احتمال شبه معدوم، والأغلب إن هي هتفضل تايهة في ظلام الفضاء متجمدة كأنها حجر بيطفو في البحر ملهوش نهاية. بس خلينا نرجع خطوة لورا ونسأل نفسنا السؤال اللي في الأصل بدأ كل ده، هل الشمس ممكن تختفي فعلا؟ علميا لا. العلماء بيقولوا إن الشمس دلوقتي في منتصف عمرها، تقريبا عمرها حوالي 4.6 مليار سنة، ولسه فاضل لها تقريبا 5 مليار سنة، وكمان قبل ما تموت أو تطفو أو بمعنى أدق تتحول لنجم ميت. في المرحلة الحالية الشمس بتستهلك الهيدروجين اللي في قلبها وبتحوله لهيليوم، وده اللي بيديها الطاقة والضوء اللي بيوصل لنا. ولكن مع مرور الوقت الهيدروجين اللي في القلب هيخلص، وساعتها هيحصل خلل في توازنها الداخلي. لما ده يحصل الشمس هتبدأ تكبر أكتر وهتتحول ما يعرف باسم العملاق الأحمر، ووقتها هتكون ضخمة لدرجة إنها ممكن تبلع الكواكب التانية زي عطارد والزهرة، ويمكن كمان تلمس الأرض. وبعد المرحلة دي الشمس هتنهار على نفسها شوية شوية وهتتحول لنجم صغير جدا، والنجم ده اسمه القزم الأبيض. وهي دي المرحلة اللي بتقول فيها إن الشمس ماتت فعليا، مش بمعنى إنها اختفت، لكن مش هتنتج طاقة ولا ضوء كفاية للحياة. يعني فعلا الشمس بتموت ببطء، لكن العملية دي بتمشي بخطوة دقيقة جدا ومنظمة، وربنا سبحانه وتعالى خلقها بنظام دقيق جدا مش بتختل ولا ثانية واحدة. العلماء بيتابعوا تغيرات بسيطة جدا في الطاقة الشمسية وشكلها من خلال المراصد والأقمار الصناعية، وبيأكدوا
يتأكدوا إن كل حاجة لسه مستقرة تمامًا ومفيش أي خطر. باختصار شديد الشمس فعلًا بتموت بس بتموت ببطء شديد جدًا لدرجة إن البشرية نفسها ممكن تكون انتهت من زمان قبل ما الشمس توصل لنهايتها أصلًا. بس كده. قبل ما أقفل الفيديو أنا لسه جديد في القناة ولسه في البداية، فدعمك ليّا بلايك واشتراك هيفرق معايا جدًا وهيشجعني أقدم الأحسن كل مرة. ولو في سؤال محيرك اكتبه لي في التعليقات وإن شاء الله هاعمل عليه فيديو، واشترك في القناة عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. بس كده خلصت، سلام.